طبعا عارفين ان الوزاره غيرت المنهج خالص، مش بس ليكوا لا ده الكل. يعني جابوا لكم دروس جديده، كلمات جديده. في ناس بقى عماله تصيح ايه الكلمات دي انا اول مره اشوفها، دي كلمات صعبه مش عارف اقراها. ما ايه ما يقراوا بقى كلمات انجليزي، يعني لازم تكون عارفها او تدرسها وتتعلمها يعني. كذلك القواعد، نفس قواعد اللغه، لو في الاخر يا جماعه دي لغه يعني، ما تقعدش تقول حاجه جديده يعني، واللي يقول لك دي صعبه ومنهج جديد ما فيش الكلام ده. ما منهج في الاول وفي الاخر، دي لغه يا جماعه في الاول وفي الاخر. بس الميزه هنا ان هم جابوا لك قواعد قليله، بمعنى يعني مثلا السنه اللي فاتت او اي سنه عامه يعني كان جايبين لك الوحده فيها حوالي درسين قاعدتين او 3 قواعد. السنه دي جايبين لك قاعده واحده، يعني مسهلين عليك الدنيا. تمام. طب انا القواعد اصلا ما بفهمهاش، انا باخدها نظام معادلات بحفظها ولا انا اصلا فاهم حاجه، زي ما انا مش عارف اسمه ايه، زي المضارع البسيط ده مش عارف ايه، انا باخده من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي مش فاهم. ما فيش الكلام ده. خليك معايا وانت تشوف الدنيا سهله خالص، قواعد اللغه الانجليزيه سهله خالص. فانا مش هطول عليك ونقعد نعمل مقدمه طويله، فانا تعالى دلوقتي ناخد مع بعضنا كلمات الوحده الاولى عشان تعرف ان الكلمات سهله والدنيا والقواعد كذلك. خليك معايا، تعالى نبدا.